السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد، وبتشوفوني على اليوتيوب. تمام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فيديو مهم جدا جدا جدا. أغلبكم طلبوا مني سواء على الجروب أو على صفحتي أو على جروب الواتس كمان. يا مستر، عايزين الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وفعلا هو موضوع محير وكل الطلاب أو الأطفال بيتلخبطوا فيه. الأول قبل ما أبدأ، الناس اللي معاها جروب الواتس أو جروب الفيس، إحنا ما شاء الله على الفيس 24,000 وعلى الواتس عندنا 8. على الواتساب عندنا 8 جروبز في 257 معديين ال 2000 وشويه. تمام. حضراتكم بتدخلوا تشوفوا الفيديو اللي انا تعبان فيه، اللي انتم طلبتوه، تمام، من غير لايك. المطلوب منكم بس لايك يا جماعه، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان اكتر حد او اكتر عدد من الناس يشوفوا، ويبقى انا تعبي ما بروحش على الفاضي. على الفاضي كل مطلوب من حضرتك اللايك بس، ولا شيء غير كده. تمام. ده انا بشوف اكتر طلبات الناس بتطلبها على الجروب سواء الواتس او الفيس، وبعمل بيه فيديو. فعشان انا بتعب عشان خاطر حضرتك، مش مطلوب منك غير لايك على الفيديو. تمام. فضلا وليس امرا. طيب هنشرح التاء المربوطه ازاي يا جماعه، والتاء المفتوحه والفرق بينهم ازاي. عندنا يا جماعه ست اسمها ايه؟ اسمها الهاء. بنت او ست اسمها الهاء، مالهاش علاقه لسه بالتاء المربوطه والتاء المربوطه المفتوحه. الهاء اللي هي عاديه، الهاء اللي هي دي، اللي هي دي اشكالها. تمام. خلفت بنتين كانت بتحب اسم التاء، فسمت البنتين تاء. سمت دي تاء وسمت دي تاء. لكن هنا بقى بدأت المشكلة. كل لما تنادي على واحدة منهم بأي حركة، الاتنين يردوا. تعبت جدا. تقول يا تا، حطت فتحة قالت يا تا، الاتنين يردوا. ما دي اسمها تا وتاء فتحة تا وتاء فتحة تا. حطت ضمة قالت يا تو، برضو اتنين ردوا. تاء فتحة تاء ضمة تو تاء ضمة تو. قالت يا تي، حطت تحتيهم كسرة. تعالي يا تي، الاتنين برضو بيجوا. زعلت جدا واتضايقت جدا، هم كمان زعلوا واتحيروا. قالت انا عندي حل، مفيش غير حركة السكون اللي هتميز بينكم. هحط لكل واحد فيكم سكون. واللي تتنطق شبهي. انا اسمي ايه اصلا؟ هاء. اللي تبقى هاء هتبقى مربوطة زي، شبه كده دايرة. واللي تتنطق تاء دي هي تبقى تاء المفتوحة، دي هتبقى التاء الايه؟ المفتوحة. ركزوا معايا. هي حطت ضمة فتحة كسرة، الاتنين متشابهين. قالت هميزكم بالسكون. تمام. اللي هتتنطق هاء خليها تاء الاول. اللي هتنطق تاء هتبقى دي التاء المفتوحه، اللي هي التاء الاصليه دي، شكل الحرف اصلا اساسا ده الاصل بتاعها. واللي هتتنطق هاء هتبقى شبه كده دايره. تعالوا نجرب كده. قالت هنا كده كلمه مثلا قناه، قناه، تمام. وكلمه بن او بي تو، فتاة تو. مش عارفين الفرق. هي قالت هنحط ايه؟ قالت هنحط السكون. هنحط الايه؟ السكون هنا كده. هنحط السكون وننطق. طيب هنا قناه، هقف على الهاء بقى، على التاء. قناه. نطقتها ايه يا مستر؟ نطقتها هاء. يبقى دي شبه مين؟ شبه مامتها. يبقى الحركة الوحيدة اللي بتفرق بين الاثنين السكون. قناه. نطقتها ايه؟ هاء، هتبقى مربوطة شبه مامتها. طيب هنا بيت، وقفت عليها التاء اهي. بيت. نطقتها ايه؟ تاء. يبقى دي مش شبه مامتها. هتكتبها نفس حركتها الاولانيه. انا بذلت اقصى جهدي عشان اوصل للقصه ديت، عشان توصل للاطفال. تاني. ام هاء خلفت بنتين. تمام. دي مفتوحه دي مربوطه، كل الحركات ما تميزش. ادي السكون. اللي هتتنطق زي هاء هتبقى شبه مامتها. واللي هتتنطق تاء هتبقى زي التاء الاولانيه اللي هي شكل الحرف. تمام. نجرب كمان مثال. تمام. زي كلمه نجاة تو، وزي كلمه بن تو. نجاة بنت. معرفتش هنا نجاة تو هنا تاء، وبنت معرفش اميز بينهم.
هنحط الكسره. طيب نجاتي بنتي، الاثنين تي ما اعرفش اميز بينهم. هنحط الفتحه نجاتا بنت، برضو مفيش تمييز. هنحط السكون اللي بتميز بينهم، نجاه نجاه، وقفت عليها نطقتها ايه؟ نطقتها هاء، هتبقى شبه مامتها، يبقى هعملها دايره، هعملها دايره. بنت احط لها السكون، وقفت عليها بنت، نطقت وقفت عليها نطقتها تاء، يبقى هي شبه الحرف الاساسي، يبقى التاء المربوطه. يبقى خلاص الكلام يا جماعه، هنحط على الكلمه تاء سكون. هنحط ايه؟ سكون. اللي تتنطق هاء هتبقى شبه مامتها، واللي تتنطق تاء هتبقى تاء مفتوحه. طب اعلمها لابني ازاي؟ لما اجي بقى اشرح الدرس اديله شويه امثله، هديله شويه ايه؟ امثله. تمام. هقول له وفاه، اعمل له كده، انا اكتب له كده وفاه، واسكت كده، اقول له وفاه. اكتب كده، حط لي شكل الحرف، حط لي التاء وفاه. دي شكلها ايه بقى؟ شكلها مفتوحه ولا مربوطه؟ نطقتها ايه يا مستر او يا حبيبي؟ نطقتها هاء، وفاه. يبقى هتبقى شبه مين؟ شبه مامتها، وحط لها التاء المربوطه. تمام. طيب الكلمه الثانيه مثلا زي كلمه زيت، زيت، وقفت عليها، نطقتها ايه؟ نطقتها تاء، هتبقى تاء مفتوحه كده. يبقى خلاص الكلام، احط السكون على التاء، نطقتها تاء هتبقى تاء مفتوحه، نطقتها هاء هتبقى هاء شبه اختها تاء مربوطه. طيب فاضل حاجه بس واحده في التاء دي والتاء ديت، ان الثلاثه الام الكبيره والتاء دي والتاء ديت في التنوين، عشان يبقى انا ايه؟ قلت التاء المربوطه والمفتوحه كلها تنوين. الاثنين دول يا جماعه، الهاء دي بتاخد الف مساعده، والهاء دي والتاء دي بتاخد الف مساعده في التنوين بالفتح. اما التاء المربوطه ما بتاخدش الف مساعده. طبعا كلنا عارفين في التنوين في الف مساعده، بن تن ثن جن حن خن، الالف ده جاي يساعد. كلمه بن اهيت، الالف ده جاي يساعد. باء تن، الالف جاي يساعد. ثن، الالف جاي يساعد. كل التنوين بالفتح بيحتاج الف مساعده الا مين؟ الا التاء. يبقى عشان بقى نخلص خالص من الموضوع ده، الهاء هنا والتاء، الهاء الام الكبيره بتحتاج الف مساعده، هن، زي كلمه سفيها كريها. والتاء ديت المفتوحه برضو بتحتاج الف مساعده، بيتا زيتا، تمام، بنتا. لكن التاء المربوطه ما بتحتاجش الف مساعده، زي كلمه مدرسه، زي كلمه حديقه، قصه. ده كل الحكايه، كل الفيديو. ما تنسوش لايك عشان نكمل، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.